راجل غني كان عايش في قصر، وفي مسجد بيتبني جنب القصر بتاعه، والموضوع ده كان مضايقه جدا لدرجة انه راح اشتكى عشان بنى المسجد ما يكملش. ولكن المسجد تم اكمال بنائه وباقي فرش المسجد، فالقائمين على المسجد اتفقوا ان هم هيجمعوا تبرعات من المنطقة عشان يكملوا فرش المسجد. فواحد منهم قال لهم انا هطلب تبرع من الراجل صاحب القصر. قالوا له ازاي؟ ده استحالة يديك حاجة، ده عامل فينا شكاوي ومتضايق جدا من وجود المسجد جنب بيته. فقال لهم انا هستعين بالله. وفعلا راح في يوم خبط على باب القصر، فتح الخادم طلب منه انه يقابل الراجل صاحب القصر، فراح الخادم وغاب. وبعدين جه صاحب القصر بعد 10 دقايق قال له انت عاوز ايه؟ قال له انا بجمع تبرعات لفرش المسجد. قال له انت جاي لي انا عشان اتبرع عشان بناء المسجد؟ قال له نعم. قال له طب عاوزنا نتبرع؟ مد ايدك كده. وقام بصق في ايده، فالراجل وقف واتصدم من اللي هو عمله، وقام قال له طيب ده لي انا، اينما هو لله. فالراجل بص له كده كأن الكلمه نزلت عليه زي الصعقه، وقام قال له انت عاوز كام؟ قال له عايز 20,000. قال له لا، كل الفرش بتاع المسجد ثمنه كام؟ قال له 160,000. قام الراجل راح وجاب شيك وكتب له شيك بكل المبلغ. احيانا صبرك على العاصي لغايه ما ربنا يهدي قلبه بتكون افضل طاعه ممكن تعملها.